الإسرائيلي لن يستطيع أن يحقق أهدافه لا بالتثبيت ولا بوقف الصواريخ ولا بالمديات التي تطالها الصواريخ ولا بعودة المستوطنين إلى مستوطناتهم. عليه أن يوقف إطلاق النار وإلا لن يحقق أي هدف من أهدافه المعلنة. كيف يمكن توظيف هذه الخسائر اليوم على طاولة المفاوضات في الوقت الذي تبذل فيه الجهود من أجل وقف إطلاق النار؟ نعم، هذا يساعد المفاوض اللبناني الرسمي، لأنه أي مفاوض يحتاج ورقة قوة يجي يقول لهم أنتم عم تجربوا بالقتل، عم تجربوا بالتدمير، عم تجربوا بالإبادة، مش عم تحققوا أهدافكم. فبالتالي تعالوا إلى الطريق الأقصر، هي وقف إطلاق النار والعودة إلى القرار الدولي 1701. إلى أن يقتنع نتنياهو بذلك بده وقت، لأنه شخصيته شخصية نرجسية، شخصية سادية. هو عنده خوف داخلي، عنده فوبيا داخلية من الطائرات المسيرة، لكن يعبر عن ذلك بقدرات مادية. الشخصية المتغطرسة لا تستيقظ ولا تقرأ الآيات والمؤشرات التي تحصل أثناء المعركة. وقد قدم لنا القرآن الكريم نموذجا مهما، هو نموذج الشخصية الفرعونية، عندما أعلن في المعركة قد أفلح اليوم من استعلى واستضعف موسى وما يملك. ماذا كانت النتيجة؟ لم يقرأ الآيات، لم يقرأ تفكك جيشه، لم يقرأ لأنه مستكبر وأنا ربكم الأعلى. ماذا كانت النتيجة؟ وهذه سنة إلهية يشرحها القرآن: فأغرقناه في اليم وأنتم تنظرون. هذا الشخص لا يستيقظ إلا في اللحظات الأخيرة.